كشف وزير التربية والتعليم عن أسماء التلاميذ الذين تحصلوا على المراتب الأولى في شهادة البكالوريا دورة 2023. أين تحصل التلميذ بن قداش محمد أمين من شعبة علوم تجريبية على المرتبة الأولى بمعدل 19.50. هو يدرس بثانوية العقيد علي تونسي بولاية غليسان. أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب التلميذ دعاشي أسامة بمعدل 19.32 شعبة علوم تجريبية بمعدل 19.81 بالمواد الأساسية. هو من ثانوية محمد شريف أمقران بولاية سطيف. أما التلميذة هلال إيمان فاطمة الزهراء شعبة علوم تجريبية فقد حصلت على المرتبة الثالثة وطنيا بمعدل 19.32 ومعدل 19.47 في المواد الأساسية بثانوية قاوية عبد المؤمن ولاية سعيدة. أما المرتبة الأولى وطنيا بالنسبة لطلبة أشبال الأمة قد تحصل الشبل بوسعيد عبد الواحد على المرتبة الأولى معدل 19.02 شعبة رياضيات بمدرسة أشبال الأمة الشهيد حمداني عدة ولاية وهران، والذي ينحدر من ولاية عامة. بالنسبة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة فقد تحصلت مناصرية آلاء التحديات الحركية على معدل 18.02 من شعبة علوم تجريبية بثانوية سعيد بن شايب ولاية بسكرة.